وانا بتفرج على مباراة الزمالك امام فريق فاركو في بطولة الدوري المصري، اكتشفت ان احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك لازم يتعمل له تمثال في ميدان عام، بعد ما حارس مرمى فريق فاركو شيكا قال له بخ نزل يقفز يشوف ترتيب نادي الزمالك رغم محاولة حكم المباراة احتواء نادي الزمالك، ولكن المحاولة باءت بالفشل، ورسميا نادي الزمالك رجع ينقط من جديد، تعثر وتعادل امام فريق فاركو، وكذلك خسر في مباراة المصري البورسعيدي بثنائية، وطلع قال لك ان انا مظلوم تحكيميا، ولعب بعدها مباراة فاركو وانسحب من مباراة القمة وخاف يلاعب النادي الاهلي، وبعدها لعب مباراة سيراميكا كليوباترا، والنهارده بيتعثر امام فاركو، واللي انا من وجهة نظري شايف ان هي خسارة لفريق فاركو. نادي الزمالك واقع بدنيا بنسبة 100%. علي النعمة انت بتتكلم صح. اي فريق هيلعب كورة على نادي الزمالك وهيهاجم نادي الزمالك بشكل محترم يكسب نادي الزمالك في اي مباراة مستريح، عشان كده لو تلاحظ نادي الزمالك انسحب امام النادي الاهلي لانهم يعلموا جيدا ان فرقتهم واقعة بدنيا ومعنويا وفي كل شيء، وخافوا يشيلوا سكور من النادي الاهلي. خير مثال ودليل اخر 5 مباريات خاضهم نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري، خسر مباراتين، تعادل في مباراة، وكسب ماتشين، طبعا بما فيهم مباراة النادي الاهلي اللي نادي الزمالك يعتبر خسر فيها بنتيجة 2-0 لصالح النادي الاهلي. ويجي الكابتن عبد الواحد السيد اداري نادي الزمالك يقول لك ان نادي الزمالك بيتعرض لظلم تحكيمي وحرام اللي بيحصل لنادي الزمالك، ومجلس ادارة نادي الزمالك مش هيسكت على المهزلة اللي بتحصل وهياخد موقف. وبالفعل كلام الكابتن عبد الواحد السيد كان صحيح، والمتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قال لك ان احنا مش هنكمل بطولة الدوري. في الاخر زي ما انتم شايفين النتيجة، نادي الزمالك بيتجامل تحكيميا، ضربة جزاء وهمية احمد سيد زيزو في ظل وجود الفار، مهزلة بكل المقاييس. طبعا انا ماليش مصلحة كمشجع النادي الاهلي، كده كده انا عارف وواثق في فرقتي، نتصدر ترتيب بطولة الدوري المصري ان شاء الله مش هنتعثر. بيراميدز هيصبح ملطشة ايضا للنادي الاهلي، النادي الاهلي يكسبه في المباراتين يتصدر يحصد بطولة الدوري المصري رقم 44 في تاريخه، ونادي الزمالك حاليا بينافس على البقاء او احتلال المركز في المنطقة الدافئة. المشكله ان مدرب نادي الزمالك جوميز في المباراه الاخيره بعد ما نادي الزمالك فاز على فريق سيراميكا كليوباترا قال لك ان احنا هننافس على بطوله الدوري المصري، ما زال عندنا فرصه ان احنا ننافس على بطوله الدوري المصري والدوري لسه في الملعب. انت بتتكلم جد؟ في ظل النادي الزمالك بقاله 5 ماتشات عمال بيخسر وبيتعادل وبينقط، وانا اتوقع ان في المباراه القادمه اللي هيلعبها نادي الزمالك في بطوله الدوري المصري كل الانديه بلا استثناء هتطمع في نادي الزمالك، مش هيبقى طموحها ان هي تتعادل مع نادي الزمالك في ظل الاداء السيء اللي بيقدمه نادي الزمالك في اخر فتره. انا كاهلاوي اتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك فعلا نادي الزمالك بيتعرض للظلم كما حدث قبل لقاء القمه، كما حدث في مباراه المصري البورسعيدي. نادي الزمالك عنده مشكله حاليا في الرخصه الافريقيه، وانا شايف ان نادي الزمالك مظلوم ولازم ينسحب ايضا من لقاء السوبر الافريقي امام النادي الاهلي. فعلا مفيش مبدا تكافؤ الفرص. 2000 years. حرام، انا شايف ان في ظلم كبير على نادي الزمالك ولازم هيبقى في موقف من مجلس الاداره. حرام، هو اللي صنع الفرصه وادي المباراه الشبكه اليمين. أنا أؤكد أن الزمالك لن يلعب أي مباراة في الدور الثاني قبل أداء مباراة الدور الأول. ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. الزمالك لن يلعب أي مباراة في الدور الثاني قبل أداء مباراة الدور الأول. 2000 years later. لكن النهارده الزمالك لعب أمام سيراميكا كليوباترا، يبقى القصة كلها إن أنت مش عايز كنت تلعب النادي الأهلي. ولا الزمالك البعبع، الزمالك اللي وهو بنص رجل بيعرف يكسب.